السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الخمسة ستة اللي بيتابعوني ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا ما اشتركتوش. هعمل معاكم النهاردة خلطة المحشي اللي هتريحك في رمضان. طبعا احنا لسه بدري، بس انا عاملاها بعملها بدري بدري لان يعني شوية شوية بعمل كل مرة حاجة، مش هعمل كل حاجة مرة واحدة. من الحاجات اللي انا بفرزها، انا طبعا ضد التفريز نهائي الا في حالات معينه، اللي زي مثلا الطماطم، زي مثلا العيش. مش معقوله كل يوم هتنزلي تشتري كيلو طماطم بكيلو طماطم، غير ان الطماطم في رمضان هتغلى كمان. الطماطم وهي متفرزه اصح من وهي فريش. العيش كمان. ايه كمان؟ حاجه زي خلطه محشي، صلصه هتبقى يعني انتي مطبوخه تخديعه، يعني متخدعه وكده. مش هت مش هتفقد قيمتها الغذائيه. الحاجات اللي بتفقد قيمتها الغذائيه يا جماعه ما نفرزهاش، يعني مش كل حاجه نفرزها. للضروره القصوى، زي طماطم، زي عيش، زي مثلا في رمضان بتحتاجي تعملي كل يوم عصير، فبتحتاجي فاكهه تتخزن للعصير. تمام. هتفرزي مثلا نوع فاكهة معين تعمليه عصير، هتفرزي طماطم، هتفرزي العيش. تمام. ممكن مثلا عجينة الطعمية هعملها معاكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ممكن خلطة محشي زي اللي انا هعملها دلوقتي دي. بس لكن في ناس بتخزن حاجات اوفر كده، مش عارفة ازاي يعني. المهم ما علينا، خلينا في حالنا. دع الخلق للخالق. طبعا انا فرمت فدان بصل في الكبة. واتعمدت اجيب الكبة يا بنات، عشان البنات اللي دخلت تحت فيديو الكبة بتقولي الكبة سكاني، يعني بتقولي ان الكبة دي مش عملية وباظت عندي بعد 4 شهور. الكبة دي انا مصورها معاكم من السنة اللي قبل اللي فاتت، والسنة اللي فاتت برضو كنت مصوراها، والسنة دي مكملة معايا الحمد لله يعني. بس قولوا ما شاء الله بقى. ان شاء الله تكمل معانا العمر كله. حسن استخدام والله. يعني انها تعيش معاكي فترة اطول، ده حسن استخدام. انت بقى قعد معاك 4 شهور، معلش سامحيني، ده سوء استخدام. لان طالما المنتج قعد مع حد تاني او عاش مع حد تاني فترة طويلة، ومعاك انت فترة اقصر، يبقى ده سوء استخدام، لان الجهاز واحد والموتور واحد يعني. المهم انا حطيت الاول فدان بصل زي ما قلت لكم، على حسب كمية الصلصة اللي انت عايزة تخزنيها. وبعد كده فرمت الطماطم. طيب انا بفرم مع الطماطم شطة، عشان ما عنديش شطة مفرومة بستسهل الموضوع وبحطها مع الطماطم. تمام. قرن فلفل اخضر، لو مش حابة بلاش، انت كده كده حاطة شطة. وكمان حوالي 10 فصوص توم مع على ال2 كيلو طماطم. طيب انا ليه بقى هخزن 2 كيلو طماطم، او ليه هعمل الكمية دي؟ ممكن اعمل كمية اقل وممكن اكتر. انا مخزنة من قبل كده. يعني انا اصلا حاطه صلصه في الفريزر للمحشي. بس انا حبيت اوريكم الطريقه، لاني قلت قبل كده على الفيس صلصه المحشي هتريحك في رمضان، فحد قال لي ازاي بتخزني الخلطه بتاع المحشي في الفريزر. فقلت لها خلاص هبقى اطلع فيديو، كده كده انا هعمل ان شاء الله خلطه محشي، هبقى اطلع اصورها. بس يا ستي، فطلع بقى بعمل خلطة المحشي بصورها لكم. الأول حلة على النار، وقبل كده طبعا فرمنا الطماطم مع الشطة مع التوم، وفرمنا البصل. طيب هجيبي بقى حتة ليا أو حتة دهن بقري عادي. ما عندكيش دهن بقري حطي ليا، ما تخليش ولادك يشوفوها، لأن طبعا معظم الأطفال ما بتحبش لية الخروف في الطبيخ. هتحطيها على النار، اول ما تلاقيها نزلت كده ونزلت الماده الدهنيه اللي فيها، تنزلي بقى بشويه زيت وبعدين تحطي البصل. تمام. يا جماعه موضوع التخزين ده بقى اوفر خالص والله. انا على الفيس بشوفها ناس بص مفرزه اي حاجه في اي حاجه، يعني حتى البصل. ازاي يعني؟ معرفش. هو في حاجه غلط يعني. هو انت الحاجات دي بتكمل معاك؟ انا مجربتش موضوع البصل ده. اللي جرب موضوع البصل في التخزين يكتب لي تحت في التعليقات. مش عارفه هو البصل لما بيتخزن بيبقى عامل ازاي؟ طيب مش المفروض انه بيهبط في الفريزر؟ الفلفل مثلا مش المفروض بيهبط؟ يعني الحاجات دي مش. انا خايفه بس حد يكون بيخزن الخيار. يعني خايفه الاقي الفيديو ده قدامي، عمري ما شفته، بس خايفه الاقي فيديو زي كده يعني. حد يكون مخزن خيار في الفريزر ولا حاجه. المهم ما علينا. بعد ما البصله اتحمرت معانا، انا طبعا حاطه مع البصل معلقه سكر ومعلقه ملح.
طيب معلقة السكر ومعلقة الملح، السكر بيكسر حموضة الطماطم، والملح بيخلي البصلة تدبل معاكي بسرعة، ما تقفيش تقلبي كتير كتير. تمام. هنحط بقى دلوقتي الطماطم اللي احنا فرمناها مع الشطة والفلفل والثوم. ايه كمان كنت عايزة اقوله؟ طيب البنات اللي هي بتشاهد الفيديو وبتنسى تضغط لايك، حبيبتي ضغطي لايك مش هتخسري حاجة. تمام. طبعا البهارات زي ما انتي حابة، انا بحط معلقة كبيرة بهارات، بهارات طبيخ، ومعلقة كبيرة بهارات 7 بهارات، معلقة 7 بهارات ومعلقة بهارات طبيخ. دي البهارات اللي ثابتة عندي، اللي معتمداها في كل حاجة بعملها. 7 بهارات مع بهارات طبيخ، 7 بهارات مع بهارات طبيخ. طيب مش عارفة، هو أنا كنت بدور على حاجة مش عارفة هي إيه. كنت بدور على المعلقة كنت بدور على المعلقة اللي أنا بقلب بيها مش لاقياها. طبعا أنا بصوا ساعة ما بطبخ بجيب 5000 معلقة يعني، أقلب ما أحط المعلقة في مكان ما الاقيهاش أجيب معلقة تانية وهكذا. ممكن عبال ما أخلص الطبيخ تلاقيني مخلصة حوالي 12 معلقة يعني دستة. المهم بعد ما اتسبكت معانا بالشكل ده، طبعا انت بتهدي النار عليها وبتسيبها تتسبك براحتها جدا جدا. وبعد كده ممكن تشيليها كده، يعني ممكن تفرزيها كده زي ما هي في علب او في اكياس تفريز، اكياس تلاجة اي حاجة. بس انا بحب احط معاها شوية خضرة. طبعا انا مش بكتفي بالخضرة دي، انا بحط معاها شوية خضرة بسيبهم يبقبقوا شوية كده معاهم في الصلصة، عشان ريحة الخضرة تطلع في الصلصة، تبقى الصلصة كده ريحتها خضرة وطعمها خضرة. وبعد كده بطفي عليها لحد ما تبرد، وبحطها في اكياس او علب بلاستيك زي ما انت عايزه. بس الافضل او الافيد ان انت تسيبيها تبرد جدا، لان ما ينفعش تحطي حاجات سخنه في بلاستيك، علشان البلاستيك بيتفاعل دايما مع الحاجات السخنه وده مش صحي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يفتح النفس. وطبعا بما انها فتحت نفسي، فانا مفرزه من قبل كده، دي انا عاملاها ليه انا دلوقتي حالا هعمل محشي. هاخد شوية بس افرزهم، او هعمل منها المحشي والباقي هفرزه. تمام. طيب كنت عايزة اقول لكم يا بنات، ان شاء الله استنوني الفيديو اللي جاي، لان انا وانا بسجل معاكم دلوقتي سمعت كده حد بيبيع خضار، رحت اجيب قفص طماطم، فهفرزه معاكم الفيديو اللي جاي. وكمان هنعمل برضو طعمية، نقع فول من امبارح هعمله طعمية. استنوني بس الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بنزل يوم ويوم، يعني النهاردة نزلت فيديو، بعد بكرة وبعد بكرة بنزل فيديو تاني. انا عملت طبعا محشي بالخلطة، وباقي الخلطة اللي فضلت معايا فرزتها بالشكل ده كده. انتي بقى هتمسكي الخلطة كلها تفرزيها بالشكل ده كده، وتحطيها في الفريزر اكياس فوق بعض كده، هتلاقيها تريحك جدا في رمضان. طبعا هدف التفريز في رمضان مش عشان احنا مش هنبقى فاضيين، لا، علشان رمضان بلاش نشغل وقتنا بالطبيخ ونركز في العبادة.